طبعا كلنا قاعدين في الكارانتين وعمالين نحضر محاضرات اونلاين، ده اذا كنا بنحضرها يعني. وبعديها تلاقي ايميل مرعب كده جايلك من دكتور الجامعة. بعدين دكتور الجامعة بيبعت ايميل بيقولك البحث. اول ما بتشوف كلمة البحث دي اعرف انك كده خلاص، وانت يا معلم عاوز درجات. هتعمل ايه؟ عاوز درجات، عاوز تعدي. وهو دكتور بارد يقولك اعمل لي بحث في ودن الصرصار. بيبعت لك الايميل يقولك اعمل لي بحث عن شارع العروسة، ويقولك مين اللي هتتجوزه يا راجل. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك يلعن، اضحك. تيجي تحط له شارع عروسه في البحث يديك 0. المهم عملت البحث وبعته للدكتور. بعته له بالليل، الصبح كلمني يا دكتور حبيب قلبي عامل ايه. لقيته بيكلمني بيقول لي فهمني ايه الهبل اللي انت كاتبه ده. ايه يا عم الفتي ده يا عم؟ مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ انت بحثك. رديت عليه وقلت له خلاص انت كده شلت الماده يا جدع، ما تقلقش انا شايلها معاك. ياه فاكر كم ماده شلتها؟ كانت ايام ايه يا ابني، انت لسه شايل ماده من الترم اللي فات. اولا احب اشكر الناس الجميله جدا اللي عملت كومنتات على الفيديو الاخير، وزي ما وعدتكم انا هحط الكومنتات بتاعتكم في كل فيديو هعمله، هو كنوع من الشكر على الكلام اللي زي الفل ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بحبكم. كل فيديو من ده. النهارده نتكلم عن لوحة من اشهر اللوح، لوحة خزان احزان، خزان رعب وفيها الغاز كتيرة كده. معاكم عبد الرحمن حمدي من قناة كريتيلا، ودي تالت حلقة من ارت بطيخي. يلا بينا. ومعانا لوحة من 1893، لوحة اسمها الصرخة اللي هي The Scream، والاسم الأصل ليها بالألماني دي شغاي دي ناتور، ألماني للرسام الراقي جدا المنحوس إدوارد مونك، اللي اترسمت انعكاس الحزن بتاعه والألم الداخلي. بس هو ليه في حزن وليه في ألم داخلي وليه اترسمت بالطريقة دي؟ تعال هقولك. تعالوا نرجع كده لحياة مونك زمان. اتولد المعلم إدوارد مونك عام 1863 في لوتن بالنرويج. بدأت للأسف حياته بموت أمه وهو عنده 5 سنين. جالها مرض اسمه تيبركلوسيس، دون مرض السل، ده بيجي زي جرثومة كده بتيجي في الرئتين والواحد بيموت. بس مشكلة المرض ده ان هو سهل جدا يتنقل، عطسة كحة أي حاجة الشخص اللي قدامك يا معلم راح فيها. وللأسف ده اللي حصل. أخته الكبيرة اللي عندها 14 سنة جالها المرض دون، حصلت أمه ربنا يرحمه. الغريب بقى هنا ان ابوه كان طبيب، يعني كان طبيب في الجيش، وانا مش عارف هو ازاي ما عالجهمش. يعني المرض ده كان سهل جدا يتعالج، بس مش عارف بقى. المشاكل اللي ورا بعضها دي جابت له حاله نفسيه، سببت له رعب وخوف، وقعد يفكر في الموت والحاجات دي كلها، لدرجه ان هي كانت عماله تدور في دماغه يوميا، وقعد يحلم بكوابيس كتيره جدا، وقعد يحلم بالموت وان هو هيموت، وحزن وبؤس وكآبه وقرف وبرابير والحاجات دي كلها. بعديها بشويه كده اخته اتجننت وراحت مصحه عقليه. عدت الايام، مونك بقى 16 سنه، دخل الكوليدج يتعلم فيها الهندسه. الكوليدج عموما دي عباره عن حاجه بين الثانويه العامه والجامعه، فاهمين حاجه كده يعني. بعدها بشويه اكتشف ان الهندسه دي مش دماغه. هو كان عاوز حاجه يعمل بيها كونكشن بين الحزن بتاعه، كان عاوز حاجه يعلق بيها شماعه الحزن بتاعته عليها. فالحاجه الوحيده اللي لقاها هي الفن، الارت. بدا يدرس بجد في مدرسه اسمها رويال سكول اند ديزاين في مدينه اوسلو بالنرويج. جاب صحابه واجروا استوديو، قعد يدرب نفسه كتير جدا على الرسم، وتعلم ازاي ان هو يعبر عن ذاته. بعدها بشويه كده جات له منحة وسافر فرنسا، تعرف على لوح كتير جدا من رسامين مشاهير، والرسامين المشاهير اللي عرف لوحهم وشافها فان جوخ اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت، الراجل البرنس اللي قطع ودانه. هسيب لكم الحلقة اللي فاتت هنا وهنا في الاي اللي بتبقى موجودة هنا وهنا دي، قشطة. بعد رحلته لفرنسا واللف بقى والدوران كده على اللوح، رجع تاني النرويج وقعد يشتغل على رسوماته التانية. قعد يتدرب ورسم رسمة The Thick Child.
الثين دي بوظت كل حاجه. هو رسم الرسمه دي فقدانا لاخته. عدت الايام وبقى 26 المعلم مونك مات ابوه. اعماله زادت حزن وحزن اكتر ما كان في حزن اساسا. بعد موت ابوه بقى اعمق من الاول. مونك كان معروف ان رسوماته مش مفهومه او مش كامله، مش سهله انك تفهم رسوماته، ورسم رسومات كتيره جدا ووصلت رسومات له ل 4500 رسمه، ورسم لوح كتيره جدا. وكان في مجموعه من اللوح دي لوح معينه بتدل على الحزن والكآبه واليأس من الحياه وكده يعني. وكان فيهم بقى اللوحه اللي احنا قايلين القصه دي كلها عشانها، The Scream، لوحة الصرخة. اللوحة دي اللي اتصنفت من أغلى وأشهر اللوح في التاريخ بعد لوحة طبعا الموزة موناليزا. اللوحة اللي تقدر تمنها ب$120 مليون. رسمة ذا سكريم دي اترسمت بعد تجربة نفسية مر بيها مونك، وهو كان شارح اللوحة دي في مذكرته. حلو مذكرته دي. كان بيقول ان هو كان ماشي على جسر هو و2 صحابه، وقف مرة واحدة كده بص للسما فوق لقاها حمرا زي الدم. كنت عاوز اقول حمرا زي بطيخه بس مش هينفع. سيبونا نكمل الف المذكره بتاعته دي. بيقول بعد ما الدنيا ليلت شويه عليهم حس بكآبه، وقف وسند على الحديده بتاعت الجسر اللي هم كانوا ماشيين عليه بسبب التعب اللي هو حسه. بيقول ان اصحابه مشوا كملوا مشي وسابوه. قال ان انا ما اتحركتش من مكاني وجسمي كان متشنج، من الخوف والحزن. وبعدها سمعت صرخه. الصرخة ديت كانت جاية من الطبيعة وقعدت تتردد في وداني وكأنها بتشتكيله عن هموم الدنيا وكده. عملنا بحث بطيخي وجبنا موقع جميل جدا، انا هحطه لكم تحت في الديسكريبشن، لازم تشوفوه جامد جدا. بيوصف ايه المكان. لقينا المكان اللي هو كان بيتخيل الرسمة دي فيه، اللي هو الجسر اللي كان ماشي عليه. بس في اللينك فيه بقى حاجة عظمة قوي، يدخلوا كده اللي بيحب بقى ايه كيوريوسيتي بقى وكده، انزل يا معلم واقرا براحتك عيش بقى. عاوز اقول لكم حاجه برضو، لوحه الصرخه دي مش لوحه واحده بس. المعلم مونك راسم 4 نسخ منها يا معلم، والنسخه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هي بس اللي مشهوره على السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي كلها. اول رسمه كانت 1893، وتاني رسمه رسمها برضو كانت في نفس السنه. تالت رسمة رسمها بعديها بسنتين 1895، ورابع رسمة رسمها 1910. ايوه 10. مات المعلم مونك صاحب الرسمة العظيمة جدا ذا سكريم الصرخ عام 1944. بس حصل حاجة كده عام 1994 اللوحة اتسرقت يا معلم. يا معلم انا سافرت وانا واقف جنبك، عاوز ايه انت؟ الست اللي شفتها تحت اتسرقت في النيو يير، والحرامية كتبوا رسالة جدا يعني بص يعني موت ضحك. ما عندهمش كلاب. كتبوا شكرا لسوء الامانة. هحطلكوا تحت في الديسكريبشن لينك في بقى اللوح اتسرقت امتى وبالتواريخ والحاجات دي كلها. البحث البطيخ يا معلم تحت كله. واتعمل له المعلم فيلم على حياته الشخصية، بايوجرافي. عاوز افاجئكم بحاجه كده، فيلم سكريم. ايوه هو ده فيلم المرعب المضحك ده. الفيلم ده عموما متاخد اسمه من اسم اللوحه، والماسك اللي انتوا بتلبسوه في الهالوين بتاع الوش دون متاخد من اللوحه برضه. قشطه. صباح الفل. كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، ويا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. فعلوا الجرس عادي يعني. والله هو اللايك ده بيريحني كده، بيخليني اعمل فيديوهات وانا مستريح يعني، تعبي ما راحش هدر يعني. اعملوا كومنتات عشان احطها في الفيديو الجاي. بيس. بالو يا معلم نايم. بالو اهو ما جاتش في الفيديو هبوس. ما جاش في الفيديو خالص، كان نايم هنا.